يا صباح الفل وصباح الياسمين على احلى متابعين. وحشتوني 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 وحشتوا عيوني. جايبه ايه يا ام احمد؟ ايه الجمال ده؟ الجمال ده يا حبايبي التموين بتاعنا بتاع الشهر. ده كيس سمنه واربع ازايز زيت وتمانية مكرونه، 8 اكياس مكرونه، 4 زيت وتمن اكياس مكرونه وكيس سمنه وتمانية سكر. كل شهر وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. هتعملي ايه يا ام احمد؟ فاكره عليكم بقى الفول اللي انا نقعته معاكم وقلت هيبقى نبت؟ اهو زرع بقى وما شاء الله، يعني ممكن تحطيه في الارض دلوقتي تجمعي منه فول الصبح اخضر. شايفين الزراعة قد ايه؟ شايفين كل اللي بينبت فول عارف ان ده ايه، ناجح 100% ومزرع وحاجة في منتهى الفخامة كده. الفيل ابو زلوم. ايه رأيكم يا حبايبي في الزرع بتاعنا اللي هتعملي فيه ايه يا ام احمد؟ هنطبخه. معايا توم وسمنة بلدي والفول ده، مش اكتر من كده. ليه يا ام احمد؟ ده بيتعمل ني في ني. قلنا نجربه كده يا حبايبي. هنخدل التومه كده بمعلقه السمنه. السمنه دي انا جبتها بس للاسف الفيديو يعني ما سجلتوش معاكم بتاع تسييح السمنه. ما حصلش نصيب يعني ان انا اسيح معاكم الزبده اللي انا كنت جايباها. ماشي يا امارات. معلقه سمنه، 5 فصوص توم مدقوقين يا دوبك هيخدلوا في السمنه كده، يتخدلوا مش يحمروا، يعني يدبلوا في السمنه شويه. بعد كده هننزل بالتوم على طول اللي انا دقيته معاكم، مدقوق بالكمون بالملح، لان الاكله دي بتحب الكمون فيها زياده شويه. وفي ناس بتبشره ببصل، بتبشر له بصلايه وطماطمايه وفص توم ني في ني وبيحطوه ويسووه على كده. ماشي يا امارات. وحشتوني يا اغلى بنات. بشكر كل حد دخل لي جديد، ما تحرمش منكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. وكل عام وانتم بخير يا رب، كده يجي علينا رمضان كده باليمن والبركات يا رب العالمين. هنا بقول لكم انا صفرت التومه اهو، خدلتها يعني دبلت، وهنزل عليها بالفول اللي انا زرعته. الفول ده يا حبايبي كده لحمة الفقير. لحمة الفقير كده حاجة في منتهى الفخامة. شايفين الجمال؟ انا الفولة دي نقعتها معاكم ودفتها كده وخليتها زرعت زي ما انتوا شايفين كده اهي، ما شاء الله عليها. هننزل عليها بالثوم بقى اللي ايه دبل شوية في معلقة السمنة. لايكاتكم الحلوة يا امارات، لايكاتكم واشتراكاتكم يا امارات. ام احمد زعلانة منكم وبتعتب عليكم عشان انتوا تعزوا عليا، عشان كده بعتب عليكم. كده انا نزلت بالثوم وبالفول اللي اتزرع، وهنزل عليه بالميه. عندك شوربه يبقى خير وبركه، ما عندكيش بنحط ميه، ونحط مكعب مرقه بيطعمه بيبقى زي الفل. طبعا احنا مش عاملينه لوحده ومش منطبعينها هنعمل ده لوحده. في لوبيا يا حبايبي عندي بايته في التلاجة، وفي شويه رز بشعريه محترمين، فقلت امشي على الاكله ده اليوم النهارده. ماشي يا امارات. اللي عنده حاجه ما يفرطش فيها، يحافظ عليها في الزمن اللي احنا فيه ده الجميل القمر ده. ربنا كده يجعله في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. ما تحرمش منكم يا اغلى متابعين. هنا هنزل بمعلقه ملح كده صغيره. هنا حبيبه جايه بتقول انا همشي على الدرس يا ماما. الله يصلح حالهم ويوفقهم. هنا الجمال كله بقى، الله اكبر. صلوا على النبي كده وخشوا معايا كده على الجمال، الله اكبر. ايه رايكم يا جماله يا جماله يا جماله يا حلاوته يا طعامته؟ كان فين من زمان؟ الله اكبر. وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني. كتاكيتي بقى لها يا حبايبي النهارده تقريبا 5 ايام. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم؟ انا عندي عشه ورا صغيره كده عند فرن الخبيز ورا، فالعشه دي معموله كده وانا حاطه فيها لنده، عشه صغنطوطه كده خشب. ماشي يا امارات. ايه رايكم في الجمال؟ يا رب يديمهم علينا نعمه كده ويحفظهم لنا وناكل منهم يا رب كده ونعملهم مع بعض ان شاء الله لما يكبروا. نخش على الجامد بقى. هي يا ام احمد المفاجآت بتاعتك دي، ده المخلل القمر اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين الجمال؟ المظ لولي ملدم. ايه ده يا ولاد؟ ايه ده؟ اتفضلوا معايا يا امارات، ما تحرمش منكم ابدا. البصل ده جربوه روعه.
الخيار عامل زي الازاز ما شاء الله، بيقرقش كده تحفه. ما تاخدوش بالكم شويه المواعين اللي ورا البطرمان دي انا غسلهم طبعا ومكفياهم، بس لسه ما دخلتهمش المطبخ. ماشي يا امارات. هنا اهو معايا النبت اتعمل اهو. حابه تعمليه ببصلايه ني في ني وطماطمايه مبشوره وتوم مبشور، حابه تعمليه زي ما انا عملته بالطريقه دي، والليمون برضو جنبه، واللي نفسك فيه يا حبيبتي. ايه رايكم بقى؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم وينال رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. مع الف سلامه.